علاش الذهب فين ما كتكون شي أزمة اقتصادية أولا سياسية الثمن ديالو كيطلع في العالم؟ إلا تبعتي معايا كون على يقين غادي تفهم البلان مزيان. أول حاجة خصك تعرفها هو أن الذهب كيتعتبر من المعادن النفيسة، أولا حيت قليل في الطبيعة، وأي حاجة قليلة في الطبيعة الثمن ديالها كيكون طالع. ثانيا حيت صعيب أنك تجبدو من الطبيعة، وثالث حاجة هو أن الذهب هذا ما كيتصدعش، وهذا الشيء اللي كيخليه يساوي إلا قارناه مثلا مع الحديد أو النحاس، ولكن قيمته كطلع بشكل كبير الا كانت شي ازمه سياسيه ولا اقتصاديه. هنا غادي تخليني نشرح لك 4 ديال الحوايج كل حاجه كتاثر على القيمه ديال الذهب. فنبداو باول حاجه واللي هي التضخم، اللي كتسمى بالفرنسيه لانفلاسيون. شنو هو التضخم؟ التضخم ببساطه هو ملي القيمه ديال الفلوس مع الوقت كطيح. مثلا هاد 100 درهم هادي شحال هادي كنا نقدروا نشريو بها بزاف ديال الحوايج، لكن حاليا القيمه ديالها نزلات. هادشي اللي غادي يخلينا اننا نشريو شي حوايج اللي هم قلال بالمقارنه مع شحال هادي. وهنا الناس كتشري الذهب باش تحافظ على القيمه ديال الفلوس اللي عندها. والمساله الثانيه هي ملي كتكون شي حرب اولا شي ازمه صحيه كيضطروا الناس انهم يبيعوا الاسهم ديالهم حيت كيكونوا خايفين على فلوسهم وكيمشيو ياخذوا الذهب، وهذا الشيء اللي كيخلي الذهب القيمه ديالو تطلع. وثالث سبب هو قانون العرض والطلب. قد ما كان الطلب على واحد المعدن او واحد العنصر كثير قد ما الثمن ديالو كيطلع. وحنا عارفين ان الذهب كيتعتبر من المعادن النادره، هذا الشيء كيأثر على القيمه ديال الذهب وكيخلي الثمن ديالو طالع في السوق العالمي. ورابع حاجه اللي هي مرتبطه بسعر الفائده. سعر الفائده هو لانتيري. مثلا الا كان عندك انت شي فلوس وبغيتي تمشي تحطهم في البنكه، فالبنكه شنو كدير؟ كتشد هذوك الفلوس وكتستعملهم وياها، ولكن بالمقابل كتعطيك عليها العوائد اللي كيسماو الفائده. هاد العوائد اللي كيجيونا من سعر الفائده، قد ما سعر الفائده طلع قد ما العوائد على الفلوس ديالك كيطلعوا، والعكس صحيح. قد ما سعر الفائده هبط قد ما العوائد على الفلوس ديالك غادي يهبط. وهذا الشيء اللي كيخلي الناس في حاله الا كان سعر الفائده هابط يفضلوا يشريوا الذهب. وهذا السبب الرابع حتى هو كيخلي القيمه ديال الذهب انها طلع، حيت كيولي عليه طلب كتير. وقبل ما نسالي عندي سؤال بسيط، واش في نظرك الثمن ديال الذهب غادي يبقى مستمر في الصعود ولا غادي يجي واحد الوقت اللي غادي ينزل فيه؟ ما تنساش تخلي لي كومونتير ديالك لتحت ودير لي واحد جيم، وموعدنا الريل الجاي. دوزو بخير.